الولد ده بيحط سم في الكاس وبيديه للبنت دي، وبعد ما بتشربه بتلاقي الكوباية مكتوب عليها الكاس كان فيه سم. فبتقوله انا ما بحبش الهزار ده، فبيقول لها ده مش هزار، ده حقيقي الكاس كان فيه سم، وبيوري لها الدواء بتاع السم وبيقول لها شوية وهتموتي. وبتقوله انا ما بحبش الهزار ده وبتمشي. فبيقول لها احسن لك ما تتحركيش كتير عشان المفعول ما يتحركش بسرعة وتموتي. بعد كده بتحس بدوخة وبتتأكد فعلا من كلامه، وبيقول لها قدامك 4 دقايق وتقابلي ربنا. وبيحط لها الساعة وبيقول لها لما الوقت يخلص هتموتي. فبتسأله ساعتها انت مين؟ فبيقول لها انت مش عارفاني. وبنرجع شوية لورا وبيكون في البنك بيقدم على ورق علشان ياخد كارد بمبلغ كبير، وبيديلها ورق وبيقول لها ان اخته في المستشفى ومحتاجة المبلغ ده. فبترفض وبتقوله انت شكلك نصاب. وساعتها بتمسك ختم الرفض، وهو بيفضل يتحايل عليها وبيقول لها أرجوكي ما تعمليش كده. وبيقول لها إن هو كده مش هيقدر يروح لأي بنك تاني. وبتمسك الختم ساعتها وبتحطه على الورقة، وبيقول لها افتكرتيني. ساعتها بتقوله هو أنت؟ وبتروح تطلب الإسعاف وبيقول لها إن الإسعاف مش هتوصل في خلال 3 دقايق. وبتفضل تقول له أرجوك ساعدني، وبيقول لها لأ زي ما انتي عملتي معايا. وبتفضل تسأل الناس في حد هنا دكتور ومحدش بيرد عليها وكأنهم مش سامعينها. فبتروح للبنت دي وبتقول لها ممكن توديني المستشفى. فبترد عليها البنت وبتقول لها لأ. وبتكون ساعتها مستغربة من اللي بيحصل، وبتروح لبنت تانية وبتقول لها ممكن توديني المستشفى. فبتقول لها لأ مش هساعدك. وهناك محدش بيرضى يساعدها، وبترجع له تاني وبتقول له لو سمحت لو أختك لسه عايشة ساعدني. فبيقول لها لأ أختي ماتت بسببك. وبيقول لها لو كنت قلتي لأ من غير ما تحطي الختم كنت ممكن أساعدها وتقدر تعيش لحد دلوقتي. وبتقع وبيغمى عليها، وبعد كده بيصحيها وبيقول لها الوقت خلص، وبيكون حاطط لها منوم 4 دقايق بس. وبتقول له فاضل لي قد ايه؟ فبيقول لها انا حطيت لك منوم 4 دقايق بس. وبيقول لها انا كنت عايز اسممك فعلا بس انا احسن منك. وبيقول لها ان ده درس ليكي في يوم من الايام لما تكوني عايزة مساعدة، ويمكن في يوم من الايام تساعد الناس وتحس بيهم. فبتحس ساعتها بالندم وبتقول له انا اسفة ارجوك سامحني. وبعد ايام بيكون الراجل ده في البنك وبيقدم على قرض، والبنت دي بتقوله انت شكلك نصاب. وبتمسك ختم الرفض بس البنت بتمسكه منها في اخر لحظة، وبتقول لها انت عندك سبب للرفض او عندك سبب ان هو حرامي فعلا.